هذا عبد الله قصيمي، كم له من الكتب في الدفاع عن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، دعوة التوحيد. كتابه صراع بين الإسلام والوثنية، انظر فيه. البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، اقرأ فيه، واقرأ في هذه الكتب التي ألفها في نصرة دعوة التوحيد والدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. ثم بعد ذلك ارتد، وعلماء الدعوة أفتوا بردته، وهذه فتاواهم مزبورة وفي الكتب مسطورة، مؤلفات في الدفاع عن الدعوة السلفية، ثم ارتد. يا عباد الله، ما لكم لا تخافون على أنفسكم؟ يجب علينا جميعا أن نخاف على أنفسنا. فالإنسان إذا كان على حال مرضية فليسأل الله الثبات. هذه القاعدة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالعبد قد يزيغ قلبه ولو بعد الهداية، فإن قلوب العباد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي ستحدث في آخر الزمن، أنه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية. فما لهؤلاء أولا يرتجفون عندما يسمعوا أن فلان كان مناصر للسنة ثم انحرف؟ نحن نسأل الله الثبات، ونسأل الله لأمثال مثل من يذكرهم هذا السائل الهداية، لكن ليعلم أن هذا حاصل وقد حصل وواقع وسيقع ما دام الناس، ما دامت الحياة. فلا ترعب ولا ترهب من هذا، واسأل